يا صباح أو مساء الفل. اعذروا صوتي تعبان بس نتغاضى عنه عشان نعمل الفيديو. مش عاوزة اتأخر عليكم اكتر من كده. اليوم ده قمت الصبح حاسة ماليش مزاج للفطار. بس في نفس الوقت مهبطة كده، عارفين الإحساس اللي هو التهبيط ده. عاوزين تاكلوا حاجة بس ملكوش مزاج، فقلت ايه خلاص انا هعمل لنفسي بانكيك. هعمل بس على قدي، مش هعمل كتير عشان مش قادرة أقف في المطبخ أعمل حاجات كتير. ففعلا عملت لنفسي، بس عملت بيضة واحدة بانكيك. انا منزله لكم الطريقة قبل كده. الطريقة تحفة ومضمونة جدا. انا نزلتها لكم قبل كده بالمقادير، بس انا بعمل بالبركة كده يعني. المهم كنت رصيت البيض عندي في سلة البيض، وشلت جزء عندي في التلاجة. قلت ايه لما ده يخلص اطلع اللي في التلاجة احطه، عشان ما كانش عندي مكان بره احط فيه البيض. بس ابتديت بقى عملت البانكيك، وفعلا حسيت فرق جدا معايا يعني. عارفين كده لما ما يكونش ليكوا مزاج للأكل، وتاكلوا حاجة كده تديكوا قيمة غذائية، وفي نفس الوقت تخليكوا كده مصحصحين وتفوقكوا وتديكوا طاقة. ده اللي حصل. بصوا، عاوزة اتناقش معاكوا كده في موضوع بجد هيفرق جدا بالنسبة لكم على مدار حياتكم عموما، مش في حاجة معينة. جالي كومنت: مروة انت ما فكرتيش ان انت تجيبي غسالة اطباق؟ وده مش اول مرة يجيلي النوعية دي من الكومنتات. مروة غسالة الاطباق هتفرق بالنسبة لك، حاولي تجيبيها هتساعدك. عاوزة اقول لكم حاجة مهمة قوي. كل واحد بيشوف متطلباته ايه، او على اساسها بيجيب احتياجه. ساعة لما أنا اتجوزت كان بالنسبة لي في أساسيات. أنا عندي مطبخ مساحته مش كبيرة، لازم أحط فيه الأجهزة الأساسية، وعلى قد ما أقدر أعمل فيه عدد ظرف كتير. وساعتها ما كانش فيه فكرة انتشار شركات تصميم المطابخ زي دلوقتي. كانوا يعني يتعدوا على الصوابع. وساعتها اتعاقدت مع شركة اللي انا قلت لكم ما كانتش حلوة، ويعتبر انا اللي مصممة المطبخ. ما عجبنيش تصميمهم وانا عدلت عليه، وكان فيه عيوب كتير. وساعتها لما قعدت مع المهندسة وكان في حد جه رفع عن مساحة المطبخ، وقعدنا عشان نحط التصميم. كانت هي عمالة تنصحني ان انا ما احطش التلاجة في المطبخ، عشان نقدر على قد ما نقدر يعني نحط عدد ظرف كتير. وانا كنت مصممة ان التلاجة تكون في المطبخ، ما تكونش في اي مكان تاني. انا ما بحبش فكرة ان التلاجة تكون في اوضة اطفال، او التلاجة مثلا في مكان قريب من المطبخ. انا ما بحبش الفكرة دي. في كده مثلث في المطبخ ما ينفعش نستغنى عن اي ضلع بالنسبة له. بوتاجاز، تلاجة، حوض، ما ينفعش نخرج اي حاجة منهم بره المطبخ. فانا كنت مصممة على ده. وبالنسبة لي إن أنا أحط التلاجة في المطبخ، كانت التلاجة اللي كانت عندي قبل دي كانت أكبر. فكانت واخدة مساحة أكبر. كانت واكلة جزء كبير من المطبخ. فإن أنا يبقى عندي التلاجة، ويعتبر البوتاجاز اللي أنا يعني شبه حطاه كبوتاجاز مش بلتي إن. وبعد كده عندي الجزء اللي هو الحرف ال التاني في الحوض. إن أنا أحط غسالة أطباق ما كانش هيبقى في صالحي خالص. أول حاجة كان ساعتها الأجهزة سعرها رخيص. آمم، كان غسالة الأطباق ساعتها كانت ب750 جنيه. فأنا كنت جايبة البوتاجاز الbuilt in اللي فوق، كنت جايباه ب2000 جنيه. فكان بالنسبة لي الغسالة 750 جنيه، كان سعرها رخيص جدًا. فما كانتش فكرة إن فلوس هي اللي وقّفتني. فكرة احتياجي إيه، أنا محتاجة إيه. أنا محتاجة إن يبقى عندي ضُلَف كتير، محتاجة إن التلاجة تكون في المطبخ، محتاجة إن البوتاجاز يتحط بشكل كويس عشان يبقى سهل الاستخدام. احتياجي لغسالة الأطباق في الوقت ده شايفاه إن هو مش ضروري بالنسبة لي. الحمد لله، الحمد لله إحنا لسه صغيرين في السن. العزومات عندنا مش يومية. فمش باغسل كل يوم كم كبير من المواعين. أنا من الناس اللي هي بتغسل أول بأول، لو معلقة في الحوض باغسلها وباقف أغسلها عادي، ما باكوّمش عليَّ مواعين. فروتيني اليومي مساعدني إن أنا مش محتاجة غسالة أطباق. حتى في العزومات آآ أنا باشطّب المطبخ وأنا واقفة، يعني بعد ما بالِم
كلّهم بيبقوا أهلنا، فما فيش حد غريب، حد بيعمل الشاي، حد بيحط الحلو، أنا باقف أشطّب المطبخ، أنا ما باخلّيش حد خالص، خالص ولا يلِم سُفرة ولا يغسل مواعين ولا أي حاجة. الضيف ضيف ويُكرم، يعني يتحط فوق الراس حتى لو أهلي، فما باخلّيش أي حد يعمل حاجة من الحاجات دي. ممكن يناولوني مثلًا، يدّوا طبق مش عارفة إيه، بس كغسيل مواعين ولَم سُفرة وتوضيب والكلام ده أنا اللي باعمله. الدنيا بتمشي، حتى في العزومات ما باحسّش إن الموضوع تقيل. بيبقى على قد الأطباق بتاعة السرفسة بس، أي حِلَل أو كده أنا باكون غاسلاها. حتى غسالة الأطباق مش عملية في الحاجات المُتعبة، والحاجات اللي مش مُتعبة كده، كده هي مش تاعباني، فأنا مش حاسة بضرر. بمعنى إيه؟ غسالة الأطباق بتبوظ الحلل أيا كان نوع الحلل ايه، ستانلس، ألمونيا، التيفال، سيراميك، جرانيت. غسالة الأطباق بتبوظهم. أنا ماما عندها غسالة أطباق بتبوظ الحاجات دي، وبحكم سنها فهي محتاجاها، أنا مش محتاجاها. ممكن لمّا أبقى في سِن ماما أحتاجها، وممكن هاكون عايشة لوحدي خلاص، يا دوب على قد الطبق اللي أنا مثلًا باكل فيه أو اللي جوزي بياكل فيه، فبرضه مش محتاجاها. مش عارفة، أنا مش حاسة بأهميتها بالنسبة لي، ما أعرفش ليه. في ناس بتقول إن هي مهمة جدًا، جدًا، مع احترامي لرأيهم، فعلًا ممكن تكون مهمة من وجهة نظرهم، بس أنا شايفاها إن هي مش مهمة بالنسبة لي. أنا احتياجي ليها يعتبر معدوم. بالنسبة للحاجات اللي هي فعلًا بتغسلها كويس، الأطباق والكوبايات، حاسة برضه إن الموضوع سهل، يعني بالإسبونشا الموضوع بينتهي وبيكون بسرعة، وتَك تَك الحاجة بتتغسل بشوية مَيّة سخنة بيطلعوا زي الفل، والحمد لله أطباقي وكوباياتي بتطلع بتبرق. فبرضه مش حاسة إن هي أهمية أوي بالنسبة لي إن أنا أجيبها. آآ دلوقتي أسعارها عِليت أوي، فإن أنا أفكّر كمان إن أنا أجيبها دلوقتي وأنا مش محتاجة لها، فأنا حاجة مش محتاجة لها، أدفع فيها فلوس ليه؟ الخلاصة من كلامي إن أنتِ تشوفي احتياجِك للحاجة إيه، وتقرري إذا كنتِ محتاجاها والّا لأ، أشتريها والّا لأ. ما لكيش دعوة بكلام الناس. شوفي بالنسبة لِك غسالة الأطباق مهمة، هاتيها. البوتاجاز الbuilt in هيكون مفيد بالنسبة لِك، هاتيه. مش مفيد بالنسبة لِك، هاتي البوتاجاز العادي. ما لكيش دعوة الناس بيعملوا إيه. أنا ساعة لمّا جيت عملت كل حتّة في الشقة، أنا كان بالنسبة لي ما فيش بقى اليوتيوب والريفيوهات والحاجات دي كلّها. أنا قعدت مع نفسي، شُفت أنا كسِت محتاجة إيه، وبعد ما قعدت مع نفسي ابتديت أقعد مع جوزي. إحنا محتاجين كذا وكذا وكذا، طب إحنا إمكانياتنا إيه، إيه اللي ممكن نجيبه، إيه اللي نقدر نستغنى عنه، طب إيه اللي ممكن ما نجيبوش دلوقتي ممكن نجيبه بعدين، طب إيه الضروري، إيه اللي مش ضروري. في حاجات كده أساسيات ما ينفعش إن إحنا نتنازل عنها. في حاجات تقدري إن أنتِ تعيشي حياتِك من غيرها. ديكورات عادي تعيشي حياتِك من غير ديكورات، مش هتموتي. ما لكيش دعوة مين بتجيب ديكورات إيه وبترُص إيه ما لكيش دعوة بده. أنتِ عندِك بيتِك، قسّميه زي ما أنتِ عاوزة، شوفي احتياجاتِك إيه وهاتيها. ما لكيش دعوة بالناس بتقول إيه مهم وإيه مش مهم. ممكن لمّا تيجي تقرري أنا هاجيب غسالة أطباق، تبدئي تشوفي ريفيوهات من ناس تكون موثوق فيها، إن أجيب أنهي غسالة أطباق، أنهي واحدة عملية أكتر، أنهي واحدة فيها option كتير أكتر، أنهي واحدة تتحمّل معايا أكتر. بس عاوزة أقول لِك في حتّة موضوع غسالة الأطباق ده، غسالة الأطباق بالنسبة لي أنا إن هي تقدري تغسلي فيها حاجات كتير ما عدا الحِلَل والصواني، اللي هي الحاجات أصلًا اللي بتاخد مننا مجهود. طَب ليه؟ شكرًا. أوفّر فلوسي أحطها في حاجة تانية أقيم، حاجة تانية بالنسبة لي هتفيدني، ممكن تكون هتفيدِك غسالة الأطباق، حطّي فلوسِك فيها. فهي دي النقطة. خلّي ده مبدأِك دايمًا في الحياة، ما لكيش دعوة بكلام الناس، هاتي الحاجة اللي هتفيدِك أنتِ واحتياجِك أنتِ. حبيت كده فيديو سريع لطيف، لإن يعني مش عاوزة تتضايقوا من صوتي. وإن شاء الله الفيديو الجاي يكون أحلى. حبيت بس أتكلم في الموضوع ده، لإن الموضوع اتكرر، وأقول وجهة نظري فيه.
يا رب الفيديو يكون عجبكم وأثّرت فيكم حتى لو بحاجة بسيطة. وما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب للقناة، وباي باي.